طيب تعالى بقى نخش على الجزء الخاص بالجرامر بتاع اليونت، وهو طبعا بعنوان الاف كونديشنال، زي بعنوان حالات اف. عندي الزيرو كونديشنال والفيرست والسكند اند ثيرد. حالات اف بقى الصفريه والاولى تانية تالتة هنشوفها بالظبط، اللي هو اذا او لو انا عملت حاجه هتحصل، لو انا كنت عملت حاجه كانت حاجه حصلت. وهنشوف بالظبط ايه هو الحالات اف التلاتة او الاربعه. ركز معايا وان شاء الله باذن الله هقولها لك بطريقه سهله جدا واحنا بنحل. تمام. طيب تعال كده نسمي لو نبدا مع بعض. بيقول لك if you don't eat your space. اعرف ان انت حالات اف عشان تبقى انت فاهم يا معلم. حالات اف هي اربع حالات. لو انت جالك هنا present simple، تمام، فهيبقى عندك هنا دي اسمها يا اما حاله زيرو يا اما حاله first. تمام. طيب يا اما first. ماشي. طيب زيرو يا معلم معناها ايه؟ زيرو معناها انك بتحط فيه الجزئين بتوع الجمله، ادي if you don't eat لو انت ملاحظ ان ده present simple، وهنا الجزء الخاص هيبقى برضو present simple، يبقى دي اسمها zero conditional. zero conditional بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على الساينتفك فاكتس، الحقائق العلميه، اللي هو ان انت مش هتعرف تغيرها في حياتك. بتقول مثلا لو انا حطيت ميه في الفريزر هتجمد، فهل هنا انت تعرف تعمل حاجه غير كده؟ مش هينفع. دي اسمها scientific fact اللي هي حقيقه علميه. فالحقيقه العلميه دي بتاخد حاله اف الصفريه، اللي هي طبعا الستراكشر بتاعتها f plus present simple، اللي هو ده زي ما انت شايف، والناحيه التانيه present simple. طيب انا عندي كمان الفيرست conditional، اول جزء فيها اللي هو f برضه present simple، بس هنا مش بيكون present simple زي الزيرو، لا بيكون هنا بقى will والمصدر، او كان والمصدر، او should والمصدر. تمام. دول التلات طبعا التلاتة modal verbs الاساسيين. يعني انا بقول لك مثلا لو انا نجحت ابويا هيجيب لي لابتوب، يبقى ده حدث متوقف على حدث هيحصل، وده ما مش scientific fact، ده مش حقيقة علمية، ما هو ممكن يغير رأيه. تمام. لكن انت لما بتحط المايه في الفريزر فمش هتغير رأيها، خلي في بالك. يبقى الفرق بين زيرو والفيرست، زيرو دي حقيقة علمية، الاتنين بيكونوا present simple، present simple هنا و present simple هنا. لكن الحالة الأولى هي موقف هيحصل، إن الموقف الأولاني حصل، أنا لو نجحت أبويا هيجيب لي حاجة. طب بنعمل إيه في الحالة دي؟ بناخد F معاها present simple، وهنا بنحط أي حاجة هتدل على المستقبل. تمام. طيب تعال نشوف الجملة فيها إيه. If you don't eat، يبقى دي هنا دي present simple، يبقى دي يا إما حالة أولى يا إما حالة صفرية. If you don't eat لو أنت ما أكلتش، ما طبيعي هتموت، يبقى ما ينفعش أختار دي حالة طبعا أولى، أو يستحسن إن أنا أختار الحالة الصفرية، لأن دي scientific fact، حاجة علمية، لو ما أكلتش هتموت كده كده. فاهم؟ ف if you don't eat you die، يبقى أنا زي ما قلت لك present simple و present simple. تمام. طيب اللي بعدها بيقولك if we leave water in the sun، لو احنا سيبنا المية في الشمس، طبعا ايه اللي هيحصل؟ هتسقع المية ولا هتسخن؟ هتسقع. يبقى it space بقى it cools، هتسقع ما ينفعش. تمام. يبقى it doesn't cool، ودي طبعا الحالة الصفرية present simple present simple. لو المية عندي سبتها في الشمس ايه اللي هيحصل لها؟ مش هتسقع، يبقى it doesn't cool. يا اما طبعا هنا مفيش عندي كلمة يعني في عندي كلمة cools، فممكن اقول it gets warm، ان هي هتبقى دافية. ممكن حاجة زي كده طبعا تحصل، لكن it doesn't cool معناه ان هي مش هتبرد. تمام. ومش تبقى باردة، يعني هتسخن طبعا. if we leave water in the sun، لو احنا سيبنا المية في الشمس. طيب ايه ده هنا بقى جاب لك سؤال بقى. طيب انت قلت هنا ايه بقى؟ it doesn't cool. طيب انا عايزك بقى ان انت تعمله سؤال، يبقى ابدأ بدو does. يبقى ابدأ بدو does لما تيجي تعمل السؤال في الحالة الصفرية، لان هنا نهيها لك بسؤال. تمام. يبقى if we leave water in the sun، لو احنا سيبنا المية في الشمس، هي هتسقع او هي هتسخن؟ فانت هنا لازم تسأل سؤال بقى. طب السؤال هنا بقى في الحالة الصفرية بايه؟ بدو و does. يبقى does it cool، هتسقع، وهنا علامة استفهام. تمام. طيب it doesn't cool هنا جملة، وهنا جملة، ودي did it cool هنا طبعا ده سؤال بس did، ولكن انا عندي الحالة الصفرية دي present simple اهو، والناحية التانية present simple. تمام. طيب what space if the ice is heated، ايه اللي هيحصل لو احنا طبعا سخنا التلج؟ ايه اللي هيحصل لو سخنا التلج؟ يبقى انا بقول ايه بقى؟ يعني انا هنا عندي present simple اهو، اللي هو verb to be present simple. ماشي. طيب يبقى انا عايز هنا present simple. ليه؟ لان دي ايه اللي هيحصل لو التلج احنا سخناه. هتقولي what will happen if the ice is heated، ممكن تمشي ان انت بتقول ايه اللي هيحصل ومش هتخليها حياة علمية، هتخليها ان انت بتقول هو ايه الموقف اللي هيترتب عليه، فممكن تمشيها حالة اولى مفيش مشكلة عادي. لكن انت هنا في الاختيارات هو مش جايب لك اصلا حالة اولى، هو جايب لك بس الحالة الصفرية اللي هي what happens. تمام. يبقى what happens ايه اللي هيحصل if the ice is heated. طيب
if he space any question I will help him. لو هو عنده اي سؤال، هنا بقى حالة اولى. ليه حالة اولى؟ لان انا عندي will والمصدر دي بتتكلم على الحالة الاولى، يبقى هنا طبعا present simple. يبقى if he ايه بقى؟ he بتاخد كلمة has، يبقى if he has any question لو هو عنده اي سؤال انا هساعده. تمام. طيب if you space your homework difficult I won't help you. لو ايه الواجب بتاعك صعب انا مش هساعدك. طب لو لقيت الواجب بتاعك صعب انا مش هساعدك، طب ازاي؟ ولا لو ما لقيتش الواجب صعب انا بالتالي مش هساعدك؟ يبقى انا لو انت ما لقيتش الواجب صعب يبقى انا بالتالي مش هساعدك، عشان ما تقولش if طبعا if you find. خد بالك I want to help you ده كده حالة أولى لأن ده كده future. تمام. يبقى هنا أنا عايز present simple. طيب يا إما أحط if you find أو if you don't find، لأن أنا هنا لو هقولها إثبات أو هقولها نفي. تمام. طيب لو أنا لقيت الهوم ورك صعب مش هساعدك؟ لأ. لو انت ما لقيتش الهوم ورك صعب فبالتالي انا مش هساعدك. يبقى if you don't find. تمام. طيب 7 play the match if you are here. هنا سؤال. طيب بيقول لك انت هتلعب الماتش لو انت هنا عندك present simple صح كده؟ يبقى انت هنا المفروض هتحط do does لو الحالة صفرية، او هتبدأ بكلمة will طبعا كسؤال في الحالة الاولى. ماشي. لان انت بتقول I will do something، انا هعمل حاجه، فانت المفروض لما تيجي تسال هتقول will you do something. فهمت قصدي؟ طب دي حاله صفريه ولا حاله اولى؟ دي المفروض حاله اولى، لان انت هنا مفيش حياه علميه. ايه هنا الحياه العلميه؟ انا بقول لك هو انت تلعب الماتش لو انت هنا، يبقى هنا will، يبقى will you play اهي. تمام. خلي بالك ان ده منتهيه بسؤال فلازم تبدا بالفعل المساعد. طب لو هنا حاله صفريه، لو الجمله كلها حاله صفريه يبقى كنت هبدا بدو او does. تمام. طيب what do you think، ايه اللي انت شايف ايه اللي هيحصل ايه if you pass the exam؟ علم على pass the exam at present simple. present simple يعني يا اما صفريه يا اما حاله اولى، زي هنقعد نكرر عشان تبقى انت حافظ. طيب يبقى what do you think ايه بقى؟ ايه اللي هيحصل لو نجحت في الامتحان؟ ده مش scientific fact، ده مش حياه علميه، دي حياه او الحاله الاولى اللي هي what do you think will happen. تمام. ليه؟ ايه اللي هيحصل if you pass the exam؟ ادي هنا present simple. طب present هنا الستراكشر او القاعده بيقول f معاها present simple ده في الحاله الاولى، والناحيه الثانيه will والمصدر. تمام. ماشي. خد بالك ممكن يجيب لك دي كده هنا قدام، ممكن يقول لك ايه if you pass the exam. تمام. what do you think will happen؟ هي نفس الكلام، انا شلت بس دول الحد will happen حطيتها هنا بس. يبقى اف ممكن تيجي في اول الجمله وممكن تيجي في اخر الجمله. يعني اكني بالعربي بقول لك ايه، انت شايف ايه اللي هيحصل لو انت نجحت في الامتحان؟ طب ما انت ممكن برضو تقول لي هو انت لو نجحت في الامتحان شايف ايه اللي هيحصل؟ ما هو نفس المعنى، يبقى انا بس غيرت اماكن. انت بتاخد حاجه يعني الناس هنا كده وبتحطها مع بعض. ماشي. طيب I space you if you asked me. خد بالك ده هنا دخلنا في الحالة التانية. الحالة التانية بتتكلم عن حدث افتراضي غير حقيقي، يعني صعب ان هو يحصل، او حدث انت اسمه طبعا hypothetical situation، هو حدث افتراضي من الصعب ان يحصل. يعني بيقول لك لو انا عندي جناحات هطير، مش مقتنع انك طبعا انك يحصل حاجة زي كده. فالحالة التانية بتتكلم على حدث افتراضي شبه مستحيل، او يعني ما ينفعش، شبه مستحيل جدا، يكاد يكون مش هينفع يحصل. تمام. طيب بيجي معاها ايه الاستراكشر بتاعتها؟ اف و past simple زي ما انت شايف كده، والناحية التانية بقول يا اما would تمام يا اما كلمة could. ماشي. او عفوا هنا في ايوه هنا كود اهي، يا اما كلمة might. لو انت سألتني انا ربما اسع، يبقى كلمة might تنفع، كلمة would تنفع، كلمة could تنفع. طيب يبقى كود وايه بقى؟ كود والمصدر، might والمصدر، would والمصدر. يبقى يبقى I would help، انا هساعدك if you asked me، لو انت سألتني. خد بالك بقى هنا معناه ايه؟ ولا هو اصلا هيسألني ولا انا هساعده، لان الحالة التانية هي حالة افتراضية، انت بتفترض لكن هو مش حقيقي اصلا ومش هيحصل، يعني صعب شوية. لكن على عكس الحالة الاولى انت بتقول لو انت سألتني انا هساعدك، ففي امكانية انك تعمل كده. تمام. لكن انا عارف اكنك متخانق مع حد، انا عارف ولا هو يسأل وانا اصلا كده مش هساعده. تمام. يبقى ده حدث افتراضي الحالة التانية. If كريم space to the party sure he would go. لو كريم كان ايه للحفلة اكيد كان راح. طب استنى بقى، he would go ده حالة تانية. تمام. لو كريم اتعزم على الحفلة هيروح، ولا كريم هيتعزم ولا هم اصلا هيعزموه. ماشي. متشكرين يا جماعة. ماشي. طيب يبقى هنا ده حالة تانية يا معلم. حالة تانية زي ما قلت لك هنا sure he would go. he would go معناه ان هو يعني هيروح، واصلا كده مش هيروح ومش هيعزموه. دي حالة تانية. حالة تانية انا قلت لك هنا بيبقى past simple. تمام. لان هنا would go، هنا اهو زي ما انت شايف اهو، ادي هنا كان past simple، فانا هنا حطيت would او might او could
زائد الانفينيتيف او زائد المصدر. طب انا هنا حط لي اللي هي would والمصدر، يبقى انا عايز هنا الباست سيمبل. ماشي. if كريم ايه بقى؟ طيب خد بالك بقى، لو كريم اتعزم ولا اتعزم؟ اتعزم، يبقى ما ينفعش احط invited. لكن لان انا لو قلت if كريم invited، لو كريم عزم، عزم مين؟ لازم يحط لي عزم شخص. ما حطش بقى، يبقى انت هنا الباست سيمبل في الباسيف. طب الباست سيمبل في الباسيف بيبقى was او were بلس التصريف التالت. تمام. خلي بالك عشان ما تقولش if كريم invited مين؟ هي باست سيمبل صح، بس المعنى مش موجود. يبقى لازم تقول لو كريم كان اتعزم او كريم اتعزم نفسه، وهو لا يتعزم ولا هم هيعزموا. تمام. يبقى was invited. ماشي. في 11 بيقول لك if she space busy she would listen to music. لو هي يعني مش مشغولة كانت تسمع لمزيكا. she didn't have time to listen to anything. على فكرة هي ما عندهاش أصلا وقت، فده حدث مستبعد إن هو يحصل. زي ما قلت لك دي حالة تانية. ليه حالة تانية؟ علم على would والمصدر، يبقى أنا هحط هنا past simple. هتقولي بس يبقى if she was busy لو هي مشغولة هتسمع مزيكا، ولا هي لو ما كانتش لو هي مش مشغولة هتسمع مزيكا؟ لو هي مش مشغولة هتقولي طب أنا مش لاقي wasn't. خد بالك بقى يا معلم، انت عندك في الحاله الثانيه لو هنا فيرب، طبعا انت هنا فيرب تو بي بتخليه was او were، لان انت هنا بتحط past simple ماضي. ماشي. طيب خد بالك ان فيرب تو بي اللي هو هنا ممكن she او he او it يجوا مع كلمه were. تمام. دي حالة شاذة بتيجي في الحالة التانية. يبقى هنا لو انت هتحط مثلا كلمة was او were، كلمة she ممكن تيجي مع were عادي خالص. هتقولي ايه ده؟ طب ما انا اعرف ان I و you و we والحاجات دي كلها بتيجي مع were. صح جدا عادي، بس في الحالة التانية لما هنا بتحط الماضي، والماضي ده بيكون كلمة was أو were، ممكن المفرد يعامل معاملة الجمع، يعني ياخد كلمة were عادي. تمام. دي حالة شاذة واكتبها عندك وأنا بشرح. يبقى if she weren't لو هي مش مشغولة هتسمع مزيكا. خلي بالك. تمام. يبقى زي ما قلت لك كده تسجل المعلومة دي. طيب if I were rich I would be happier. يعني لو أنا غني انا هبقى مبسوط. طب انا ليه او بترجمها كده ازاي؟ اهي زي ما انت شايف I would be happier. طبعا would والمصدر اللي هو الحالة التانية اللي هو افتراضية، يعني اصلا ده مش حاصل. يبقى if I were rich زي ما انت شايف اهو، يبقى كلمة I عشان verb to be ممكن تاخد كلمة were عادي عشان هنا ده ماضي بسيط. يبقى if I were rich لو انا غني هبقى مبسوط. يبقى ده حدث طبعا افتراضي، يبقى انت مش غني. يبقى the speaker is ايه بقى؟ the speaker is rich. هل غني؟ لا. هيبقى غني ملهاش اي علاقة. ولكن هنا السبيكر isn't rich، هو مش غني، هو بس بيفترض يعني بيتخيل. تمام. طيب بيقولك when you finish لما تخلص، حتى انت بتقولها بالعربي لما تخلص كلمني، حطها زي ما هي كده. يبقى لما تخلص كلمني اللي هي طبعا call me. لو هنا كان قالك سؤال كنت هتقول will you call me، هل هتكلمني؟ تمام. يبقى هنا لما تخلص كلمني، يبقى call me حط الفيرب على طول من غير اي حاجة. ماشي. طيب wood floats الخشب بيطفو. هنا بقى دي حقيقة علمية خلي بالك، فهترجع للصفرية تاني. wood floats ادي هنا present simple اهو. الخشب هيطفو if it is space in water لو اتحط في المية. هتيجي تقول لي بس ده كده حالة صفرية present simple، فبالتالي احط هنا present simple صح. بس خد بالك هل دي active ولا passive؟ هنشوف هنا معلم. لو الخشب هيطفو لو اتحط في المية. بص انا قلت ايه؟ لو اتحط مش لو حط في المية. يبقى if it puts ما تنفعش لان هو مش هيحط نفسه. لو هيتحط يبقى if it ايه بقى؟ طب ده هنا هيبقى passive البريزنت طبعا سيمبل. طب البريزنت سيمبل اللي هو مضارع بسيط، لو عايز اجيب الباسيف منه بحط قبليه ام واز وار والتصريف التالت اللي هو ده. تمام. يبقى معناها ان الخشب هيطفو على سطح الميه على سطح الميه لو اتحط مش لو حط. تمام. لكن لو انا بقى حطيت يبقى انا هحط نفس بوت عادي. ماشي. if I had passed the interview دي بقى الحالة الثالثة والاخيرة. طيب الحالة الثالثة والاخيرة وانا بشرحها لك كده سريعا، معناها ان انت حاجة حصلت في الماضي ومش هينفع تغيرها. يبقى حاجة حصلت في الماضي وانت ما عندكش امكانية تغيرها، اللي هو في الاخر انت بتقول لنفسك اللي حصل حصل. طيب if I had passed the interview لو انا كنت نجحت في الانترفيو. تمام. I spaced the job انا كنت هحصل على الوظيفة دي. معناها ايه بقى؟ معناها ان انت اصلا لا قدر الله سقطت في الانترفيو، فانت بتقول اللي حصل حصل خلاص. طيب دي بقى الاستراكشر او التكوين بتاعها بياخد ايه؟ بياخد هاد بعد اف، بياخد هاد والتصريف الثالث، وهنا بحط كلمة would. ماشي. هتقول لي الله طب ما would دي انا سمعتها في الحالة التانية، استنى بس. وشود. ماشي. وكود
هتقولي طب ده انا التلاتة سمعتهم في الحالة التانية. يا عم استنى. would و should و could بلس have دي بقى الجديدة اهي، ماشي، بلس مين بقى يا معلم؟ بلس بي بي، لا مش عارف نزلت فين، ماشي. يبقى would و should و could بلس have بلس التصريف التالت. يبقى الحالة التالتة تاني بتتكلم على حدث حصل already وخلص، وبتيجي مع would و should و could زائد have زائد التصريف التالت. خلي في بالك دي الحالة التالتة. لكن هناك كنت بقول would و could، وطبعا would و could، وممكن اقول should مفيش مشكلة لو انا هجيبها في اول الجملة، وزائد المصدر مش have والتصريف التالت، فدي الحالة التانية. لكن اللي احنا فيها في 15 دي الحالة التالتة، وبتعبر عن حدث حصل وخلص. يبقى لو انا كنت نجحت في الانترفيو كان زماني دلوقتي حصلت على الوظيفة، يبقى I would have got. تمام. if I spaced rich I would have a lucky life. لو انا غني هحصل على حياة حلوة وجميلة ومحظوظ والكلام ده كله. طب هل انت غني؟ طب هي دي انهي حالة؟ دي حالة طبعا تانية، لان would زائد المصدر. هتقولي ايه ده؟ طب ما في would have اهي وفي would have اهي. لا حبيبي، انا قلت لك would have والتصريف التالت. ادي would have اهي، فين التصريف التالت؟ مفيش تصريف تالت، لان المفروض كان قالك كلمة طبعا verb to be اللي هي كلمة been، ماشي. يبقى would have اهي، would have ادي would والمصدر، تمام. وبعد كده هو كمل الجملة. يبقى دي حالة تانية. if I were rich لو انا غني انا هبقى مبسوط. طبعا ده hypothetical situation اللي هو حدث افتراضي، انت مش غني، تمام. طيب she want to open the door هي مش هتفتح الباب، ادي will والمصدر، يبقى دي حالة اولى. يبقى انا عايز هنا حالة اولى، ماشي. يبقى احط هنا present simple. خلي في بالك لان الحالة الاولى زي ما قلت لك بتاخد will والمصدر، وهناك مع f بتاخد كلمة طبعا present simple. هتقول لي امال فين f هنا؟ انا جاي لك دلوقتي، ماشي. طيب she want to open the door هي مش هتفتح الباب unless لو لم هي unless بقى خد بالك بتساوي كلمة f بالظبط في التكوين، لكن في المعنى بتبقى بتعكس f بقول لك ايه؟ f بقول لك اذا او لو. unless لو لم يبقى انت بتنفي وما بيجيش وراها نفي، يعني unless she doesn't know ده غلط لان هي اصلا نفي، فاروح انفي جنبها ما ينفعش. يبقى هجيب ايه؟ هجيب كلمة knows. بقول لك من الاخر بقى ايه؟ بقول لك ان هي مش تفتح الباب لو ما عرفتش مين ده، ماشي. يبقى لو ما عرفتش اللي هي unless she knows. اوعى تقول doesn't know لان دي نفي، تمام. يبقى unless بتساوي كلمة f هي بس وفي نفس التكوين، وبتيجي ممكن تيجي هنا في الاول زي f بالظبط، بس المعنى يختلف، تمام. خد بالك اكتب عندك كده وانت بتشوف الفيديو ان كلمة unless ما بيجيش وراها نيجاتيف تماما لان هي اصلا منفيه، تمام. طيب I would have been pleased انا هنا would وهاف والتصريف التالت، يبقى دي حاله 3. يبقى هنا هحط had والتصريف التالت زي ما احنا قلنا لان f بيجي وراها had والتصريف التالت، يبقى had done طبعا your homework، تمام. I'd rather start انا احب ان انا ابدا. I'd rather start دي هنا I would rather start معناه انك عايز تبدا، تمام. يبقى انا عايز ابدا لو عندي وقت. انا عايز ابدا دي اللي هو دلوقتي، يبقى ده حاله اولى، تمام. يبقى دي I'd rather start اللي هي present simple، تمام. طب انت عايز هنا تحط ايه بقى؟ تحط will والمصدر. ليه؟ لان دي حاله اولى، انا عايز ابدا دلوقتي. مفيش حاجه اسمها ده مش حاله تانية، لان لو حاله تانية هيقول لك ان ده حدث افتراضي مش هيتعمل ومن الصعب يتعمل، ولا دي حاله تالتة، تمام. يبقى I'd rather هي من الكلمات الدالة زي ال present simple كده بالظبط، يبقى هتدور على كلمة will والمصدر لأن دي حالة أولى، تمام. طيب it's important to take your medicine هي مهم إنك تاخد الدواء بتاعك. طب هل ده حدث افتراضي تانية؟ لا. طب هل ده حدث في الماضي عشان أقول تالتة؟ لا، ده حدث عادي في الأولى. بقول لك هو مهم إنك تاخد الدواء بتاعك لو شعرت إنك تعبان، يبقى أنا بتكلم على الحدث دلوقتي، يبقى إن أنا هتكلم طبعا على الحالة الأولى. It's important to take your medicine ادي كل ده هو present simple، تمام. ادي it's هي important سوري ادي هنا كل ده يعني ان انت تاخد الدواء لو حاسس انك تعبان. if you space خد بالك if you او كلمة if عمرها ما بيجي وراها will، عمرها ما بيجي وراها will الا في حالات ومش بتاعتك، وحتى مش على ثالث ثانوي، ومش هقولها لك عشان ما لخبطك. يبقى انت لما تشوف كلمة f وراها على طول بيجي present simple، احنا حددنا ان دي حالة اولى، تمام. طيب يبقى if هنا بيجي ورا present simple if you feel، ماشي. يبقى if you feel sick انت خد الدواء بتاعك، تمام. طيب if she would like to come فانت تقولي بس ده كلمة would ده حالة تانية، ثانية واحدة بقى. would like معناها يحب،
ودي ملهاش علاقة بالحالة التانية. الحالة التانية هي would والفعل في المصدر، لكن would like معناها يحب حاجة، فدي حالة أولى، دي مش حدث افتراضي اللي هو بقولك ولا هيحصل ولا الهوا. يبقى شفت هو لخبطك، يحط لك كلمة would بس يحط لك وراها حاجة زي كلمة like I would rather، الحاجات زي هنا كلمة I would rather. تمام، فالحاجات دي معناها أنا أحب. ماشي، يبقى present simple عادي. يبقى if she would like to come with us، هنا حط لك present simple بعد if، يبقى انت عايز هناك will والمصدر، يبقى she will need permission، لان دي حالة اولى مش حالة تانية يضحك عليك. خلي بالك من would rather و would like، هما مش تكوين حالة تانية، هما معناهم بالعربي يحب. لو هي حابة تيجي معانا لازم تاخد permission، لازم تاخد اذن، يبقى دي حالة اولى. تمام. طيب 22 بيقولك she space now as long as she finishes her task. هنا she finishes، خلينا نرجع شوية. طيب finishes طبعا هنا present simple، يبقى دي اكيد يا حالة صفرية حالة اولى. طبعا هتستبعد حالة صفرية تماما لان ده ملهاش علاقة بالساينتفك فاكت، دي مش حياة علمية. تمام، مش هوا مية تربة الحاجات دي ملهاش علاقة. يبقى she space now هي ممكن تمشي دلوقتي لو خلصت as long as هنا هتيجي بمعاملة F. تمام، لو خلصت التاسك بتاعتها. طب هتقول لي فين ويل؟ مش موجوده. طب هي بيقول لك هي بامكانها انها تمشي. وود ما تنفعش لان وود دي بتاعت الحاله الثانيه. مايت ليف ما فيش حاجه اسمها مايت ليفنج ما ينفعش، هي كان ليف، يبقى هي ممكن تمشي، يبقى شي كان ليف ممكن تمشي عادي جدا، باستطاعتها ان تمشي لو خلصت. يبقى هنا طبعا اكنها ويل بالظبط. ماشي، يبقى كان وويل وشود ممكن يجوا في جملة الحالة الأولى، مش شرط ويل. فأنا ممكن أقول لك إيه if you have مثلا if you have exam tomorrow أو an exam tomorrow، لو عندك امتحان بكرة you should طبعا you should study، عليك إنك تذاكر. فأنت ده حاجة لسه هتحصل بكرة، فده present simple وfuture عادي. فمش شرط إن يجيب لك كلمة will بس، المهم يكون في حاجة بتدل على حاجة في المستقبل زي كان زي should زي will وهكذا. تمام. طيب if I space tired I would have، هنا would have بس مفيش تصريف تالت، يبقى دي حالة تانية. لو أنا إيه I would have to see the doctor، أنا هبقى يعني أنا لو شايف نفسي إن أنا تعبان هبقى أروح للدكتور. هو مش تعبان وهو مش هيروح للدكتور، فده حدث افتراضي. وأكدت منين؟ إن دي أهو أدي would والمصدر. طب would والمصدر هنا اللي هو طبعا حالة تانية. طيب الحالة التانية if I felt tired بتاخد في الأول past simple. تمام. طيب 24 بيقول لك let's go for a walk، يلا نروح او يلا نتمشى. هل هنا حدث افتراضي؟ ملهاش علاقه. هو بيقول لك يلا نتمشى لو انت عندك وقت. ماشي، او لو انت مش عايز تقعد في البيت يا كريم. يبقى لو انت مش عايز تقعد في البيت يبقى if you ايه بقى if you don't want، لو مش عايز تقعد في البيت يبقى دي هنا اهي يلا نتمشى. ثانيه واحده، يبقى يلا نتمشى اهي. لو ما عندكش حاجه يبقى ده حاله اولى، يبقى بعد f بيجي ورا present simple، بس هنا انفي بقول له لو انت مش عايز تقعد في البيت يعني. طيب if you had to leave now، had to ده past simple صح كده. past simple هنا طب يبقى دي حالة تانية. يبقى if you had to leave now لو انت عايز تمشي دلوقتي انا هوصلك، ولا هو عايز يمشي ولا انا هوصله، يبقى دي حالة افتراضية. طبعا عرفت اكدت منين؟ على هنا الباست simple. يبقى هقول ايه بقى I would give. تمام، ممكن يشيل لي would يقول لي I could give او I might. كل الحاجات دي بتدل على كلمات على الحالة التانية. تمام، يبقى لو انا لو انت عايز تمشي دلوقتي انا هوصلك، وانت اصلا ممكن يكونش معاك عربية اصلا. تمام. طيب space I time I would visit you، هتقول لي انا مش فاهم حاجة، هو مش المفروض هنا احط if ولا unless ولا اي حاجة من دول؟ ما خد بالك بقى. بص بقى عشان تحل السؤال ده علم على would visit ما ده حالة تانية. تمام. طيب الحالة التانية هنا بتيجي هنا المفروض هتقول if I had time، لو أنا عندي وقت I would visit you، ولا أنا عندي وقت ولا هزورك. ماشي، هنا أنا حددت طبعا الحالة التانية if I had time I would visit you. هتقولي طب مفيش if I had، كلمة had بس لوحدها تحل محل if I had. خدت بالك. طيب هتقولي كلمة لو جالي هنا قال لي نقط I time I would have visited اللي هي حالة تالتة. طيب يبقى هنا أنا بقول ماضي، يبقى أنا بقول if I had time. طب لو أنا في الحالة التالتة بحط past perfect اللي هو if اللي هو had والتصريف التالت، فبقول if I had time لأن أنا بحط had والتصريف التالت معاه. تمام، يبقى had time I would have visited you. طب ما لقيتهاش كلمة had تحل المحل.
تمام، خدت بالك؟ اكتب دي مهمة جدا جدا جدا. يبقى had I time I would visit you، دي اكنك بتقول if I had time. تمام. طيب if it hadn't been for your help، علم على had been والتصريف الثالث او hadn't been. تمام. hadn't been معناها ايه بقى؟ hadn't been معناها لولا مساعدتك انا كان زماني سقطت في الامتحان. تمام. يبقى انا كان زماني سقطت في الامتحان، يبقى انا نجحت. طب عرفت منين ان دي حالة ثالثة؟ تمام. يبقى هادو التصريف الثالث، يبقى هنا هحط ايه بقى؟ I would have failed in the exam، لان دي حالة ثالثة. تمام. ماشي. بيقول لك a space I come early I will call you at once. لو انا هاجي هكلمك على طول، هتقول لي طب if ما فيش هنا اف، طب هعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي كلمة ايه بقى؟ عندي كلمة I will call you، بس هي المفروض هنا should، هي بس ناقصة h. طيب should I come early I will call you، هي نفس f. يبقى خد بالك ان كلمة f ممكن تيجي مكانها كلمة should. لو انا هاجي متأخر I will call you. هتقولي طب كلمة should دي ممكن تيجي في انهي حالة كمان عشان تبدأ الجملة؟ ممكن تيجي في الحالة التانية. يبقى should I come early I will call you at once، هي نفس I would call you at once. طبعا لو دي حالة تانية يبقى كلمة should ممكن تبدأ الجملة، عشان لو ما لقيتش f كلمة should ممكن تبدأ الجملة، بس في انهي حالة؟ في الأولى والتانية. يبقى should I come early I will call you في الحالة. space coming late call your father to inform him. في حالة انك هتيجي متأخر كلم ابوك قول له. يبقى كلمة في حالة معناها in case of plus ing، معناها انك في حالة انك هتعمل حاجة اعمل الحاجة التانية. طيب نفس الكلام the car breaks down call the mechanic. في حالة ان العربية تعطلت كلم الميكانيكي. هتقولي طب in case of، لا خد بالك انا قلت لك in case of بيجي وراها ing. طب مين اللي بيجي وراها noun او جملة عادية؟ هي كلمة in case بس من غير طبعا in case of. يبقى انت لما تشوف in case of معناها في حالة و ing، ودي نفس الكلام في حالة بس بيجي وراها جملة كاملة. ماشي. طيب you had much money what would you do. نفترض انك معاك فلوس كتير، كنت هتعمل ايه؟ طبعا ده حالة افتراضية لان هنا ايه had much ده الباست سمبل اهو. what would you do هتعمل ايه؟ ادي سؤال اهو في طبعا طبعا would والمصدر اللي هو الحالة التانية. تمام. طيب كلمة providing وكلمة providing that بقول لك في حالة انك معاك فلوس هتعمل ايه؟ يبقى الاتنين. وكلمة supposing او suppose. تمام. يبقى كلمة supposing that او suppose معناها انك لو نفترض انك معاك، يبقى الكلمات دي كلها صح، ممكن تبدأ الجملة ومعناها ولا نفترض انك معاك فلوس هتعمل ايه؟ يبقى A and B. طيب if he set his own business his space hire you. لو هو كان عمل البيزنس بتاعه كان عينك، وهو ولا عنده بيزنس ولا اصلا هيعينك. ده حدث بس افتراضي كده، انت فاهم؟ هتقولي طب ثانيه واحده، هو انت حكمت عليها منين ان هي دي حاله تانية؟ هي دي مش حاله اولى. بص يا معلم if he set، خد بالك set ده مضارع، بس لو دي كانت في الحاله الاولى اللي هو present simple كان قال لي if he sets، صح كده؟ بس هنا ما حطليش التي، ما حطليش الاس، فخد بالك الماضي من كلمه set هو set. تمام. فهنا ما ينفعش تبقى مضارع، لان لو المضارع كان حط لي اس فدي كده ماضي past simple. يبقى ده حدث افتراضي، لان past simple هيجي هنا ايه بقى يا باشا؟ هيجي هنا would والمصدر. يبقى if he set his own business he would hire you. اوعى تتلخبط وتقول لي will عشان ان set ده المضارع، لا كان قال لك sets لان he. تمام. طيب I will borrow you my car. لا عفوا هنا المفروض نكتب lend، هي بس كانت غلطة في الشيت. انا هسلفك، طبعا انا هسلفك الكار بتاعتي، انا هسلفك العربيه بتاعتي لو as long as انك معناها لو as long as بتساوي كلمه f. ولو انا تفتكر فوق قلت لك f عمرها ما بيجي وراها كلمه will نهائيا، فانت بتدور على البريزنت سمبل. ليه؟ لان اصلا دي كده معلومه. طب المعلومه الثانيه تعالى نطبق القاعده. احنا قلنا ايه؟ الحاله الاولى بتاخد will والمصدر، وهناك مع f بتاخد present simple. يبقى طبعا دي بتساوي كلمه f. يبقى as long as you ايه بقى؟ you promise me to drive carefully. If this watch cost me less than I expected، لو الساعة دي كلفتني أقل من اللي أنا متوقعه هشتريها. هتقولي طب أنت حكمت طبعا ولا الساعة مكلفاني؟ ده الساعة غالية جدا وأنا مش هشتري، ده افتراضية. هتقولي طب عرفت منين؟ تعالى نرجع تاني. If this watch، لو الساعة دي لو هي كانت في الحالة الأولى كان دي هتبقى present simple. دي مش present simple للأسف، ده ماضي، لأن الواتش كان المفروض قالك costs. تمام. مش موجودة، يبقى دي ماضي. يبقى if this watch cost me كلفتني يعني اكتر اقل من اللازم انا هشتريها. وطبعا ده حدث افتراضي، يبقى انت بتدور على هنا ايه بقى؟ يبقى I would
by it لان انت هنا حطيت الباست سيمبل وبتدور هنا على كلمة would والمصدر. تمام. طيب what would happen، ايه اللي هيحصل لو يعني الفولكانو البركان يعني اثار اللي هو بقى شفت انت لما البركان بيثير والحاجات دي. فدي طبعا what would happen، يبقى ده هنا would happen اللي هو would والمصدر، يبقى دي حالة تانية if the volcano هناك هتحط past simple يبقى erupted. تمام. طيب 36 بيقول لك me if you have any update، ابعت لي مسج لو انت عايز عندك اي ابديت، ابعت لي مسج، يبقى انت بتقول مسج مي والمسج. تمام. والمسج مي if you have any update يبقى دي هنا تحط question mark وهنا مفيش. would message would message ما تنفعش اصلا لان دي if you have present simple فلازم احط، طالما هنا present simple ما ينفعش احط past. message هنا ده برضه ماضي ملهاش علاقة، يبقى message me if you have any update. I will call you، انا هكلمك as soon as بمجرد ان انا اوصل. هنا برضو هتحل محل f، انا هنا حطيت الفيوتشر يبقى هناك هحط البريزنت سيمبل حالة اولى، يبقى I will call you as soon as I arrive early. if you had the chance to win، هنا ده حالة تالتة لان had والتصريف التالت، يبقى انا هحط هناك طبعا would have والتصريف التالت. بس استنى، ده سؤال، يبقى هتحط would والفاعل وبعد كده have والتصريف التالت اللي هو فين بقى اللي انا بقوله ده، ادي اهو. يبقى if you had the chance to win، لو انت كان عندك الفرصة طبعا انك تكسب كنت هتعمل ايه؟ خد بالك انت خسرت لان الحالة التالتة بتدل على حدث حصل وخلص في الماضي. يبقى if you had the chance to win what would you have done، كنت هتعمل ايه؟ الزمالك حبايبنا، خلاص ماشي عشان محدش يزعل مننا. طيب الزمالك space the cup the year after if they won the match. if they won the match ادي كده past simple. تمام. يبقى انت عايز هنا would والتصريف سوري would والمصدر او could والمصدر، يبقى الزمالك would join. تمام. طبعا كان هيشارك في الكاس لو هو طبعا يعني هيكسبوا الماتش، وهو طبعا ده حدث افتراضي ولا هيكسب ولا يعمل ولا حاجه. ماشي. طيب I would have gone ادي would have والتصريف التالت يبقى دي حالة تالتة، يبقى احط هنا، انا هنا حطيت would have والتصريف التالت يبقى انا ناقصني هنا الباست بيرفكت يبقى طيب بس هنا السؤال جاي ازاي بقى؟ بيقولك I would have gone to the party، انا كنت هنا طبعا هروح الحفلة، هنا انا ما روحتش. تمام. لان حالة تالتة حدث حصل في الماضي وخلص. I would have gone to the party يعني انا كنت اروح الحفلة، يبقى معناها ان انت ايه بقى؟ you didn't go، انت ما روحتش اصلا، يبقى الاجابة ايه. طيب if I come first this year I will get a reward، لو انا طلعت من الاول في السنة دي هحصل على مكافأة، هحصل على هدية، الحاجات دي كلها. فده بيقول لك معناه ايه؟ فده معناه بيقول لك I will probably come first، انا ممكن فعلا اطلع الاول فعلا. It's impossible، مستحيل اطلع الاول. مين المستحيل؟ لان طبعا الحالة الاولى بتتكلم لو انا طلعت الاول هاخد مكافأة، فلسه الحدث هيحصل، ما ينفعش حاجة اقول ممنوع. تمام. I didn't come first دي حالة تالتة، بيقولك انا ما طلعتش المركز الاول يبقى ده كان خلص. It's not likely to come first، هي شكلها كده مش هطلع الاول، ملهاش علاقة، ده كده حدث افتراضي. تمام. يبقى هي it's impossible for me to come first، يبقى دي تالتة ودي تانية. تمام. طيب وطبعا ممكن كمان تيجي it's impossible for me to come first، مستحيل اطلع الاول، ودي تمشي تالتة طبعا لان انت بتقول مستحيل، يبقى ده معنى انك اصلا already ما طلعتش الاول. طيب if I came first هنا بقى دي حالة تانية، ده افتراضي اللي هو في المشمش. if I came first this year I would get a reward، هو اصلا انت مش في دماغك انك تطلع الاول وانت شكلك مش هتطلع، فده حدث افتراضي، يبقى it's not likely to come first، هي اصلا شكلها انا مش هطلع الاول اصلا. تمام. يبقى دي الحالة التانية. ماشي. التالتة هنا بقى جايب لك التالتة، الأمثلة التلاتة جايب لك أولى تانية تالتة. if I had come first this year I would have got a reward، لو كنت طلعت المركز الأول كنت خدت مكافأة، معناه إنك ما طلعتش لأن ده had والتصريف التالت، وده طبعا الحالة would وhave والتصريف التالت، فهنا دي حالة تالتة بتدل على إنك حاجة حصلت في الماضي ولا يمكن تغييرها. if I had come first this year لو كنت طلعت الأول كان خدت reward، يبقى معناه إيه بقى؟ I didn't come first، انا اصلا ما طلعتش الاول. 44 if I were you حط عليها كده خط، معناها لو انا مكانك، بتيجي كده بالظبط من غير اي تغيير. if I were you بتيجي كده بالظبط، معناها لو انا مكانك بنصحك I would do my best، كنت عملت يعني المستحيل، عملت احسن اداء عندي، فده بنصحك. يبقى I advise you to do your best، لان طبعا مفيش حاجه اسمها advice. I advise you انك ما تعملش، فدي غلط. you shouldn't ما تعملش، دي غلط، يبقى الاجابه ايه؟ طيب I will buy a fire extinguisher in case there is a fire، انا هشتري طبعا طفاية حريق
في حالة طبعا in case there is a fire، عشان لو في اي حريقة حصلت ابقى انا جاهز. تمام. this means ان انا مش هشتري الطفاية حريق، لا هو ما قالش كده، هو بيقول لك انا هشتري عشان لو في اي حريقة in case there is a fire. I will buy a fire extinguisher when there is a fire. انا لما تحصل حريقة هشتري، لا مش ده المعنى. هو قال لك انا هشتري حريقة عشان لو حصل اي، لا انا سوري، انا هشتري طفاية حريق عشان لو حصل اي طبعا لا قدر الله حريقه، فالراجل هيروح يشتري عشان تحسبا للموقف. يبقى هنا بيقول لك ايه، لو الحريقه قامت انا هروح اجيب، وده غلط، مش ده اللي قاله. هو قال ايه بقى؟ قال لك ان انا هشتري I will buy a fire extinguisher to be prepared for any fire، عشان ابقى جاهز لاي حريقه، وهو ده الصح. خلي بالك السؤال ده حلو جدا في 45. تمام. طيب without Kareem's help I wouldn't have solved the problem. من غير مساعدة كريم كنت عمري ما هحل المسألة دي. طب عرفت منين؟ وايه اللي انا بقوله ده جاي منين؟ would have والتصريف التالت، يعني انا طبعا حاجة حصلت في الماضي وخلصت، فانا ما كنتش هحل المشكلة، معنى كده المشكلة اتحلت. تمام. فانت هنا عاكس الجملة. يبقى هل هنا معناها انك كريم رفض يساعدك؟ لا، هو كريم ما رفضش يساعدني، لان هو بيقولك من غير مساعدة كريم ما كانش زماني حليت المشكلة. كريم هيساعدني؟ لا، ده خلاص خلصت. انا ساعدت كريم؟ لا طبعا، لان هو بيقول لي كريم اللي ساعدني. I solved my problem، انا طبعا حليت المشكله. طبعا thanks to معناها بفضل مساعده كريم، يبقى هو ده الصح. تمام، لان هي اوريدي اتحلت. ف I solved my problem thanks to Kareem's help، معناها ان انا حليت المشكله بفضل طبعا ربنا الاول ثم اي حد. ماشي. ادي كده طبعا الجرامر بتاع الوحده التامنه، بتتكلم على حالات اف الصفريه 1 و 2 و 3. تقريبا انا شرحتها لك وانا بحل. تمام. وطبقنا. عايز اقول لك افتح بقى اي كتاب كده وحل، ان شاء الله مش هتلاقي حاجه واقفه قدامك. تمام. لو